عايز ما تصليش التراويح في رمضان؟ اقول لك تعمل ايه، واقول لك كمان خليك تجيب لنفسك مرض السكر. اتخضيت صح؟ اصل مش طبيعي انك تكون عايز تاذي نفسك في دنيتك واخرتك بالشكل ده في اهم الشهور عند ربنا اللي المفروض منها تصلح من نفسك. فلما يجي وقت الفطار ما تحاولش تستعمل كل الاساليب اللي هيجي لك منها مقاومه انسولين اللي هتؤدي ان يجي لك مرض السكر. ابسط مثال العصاير وقت الفطار اللي بتخليك ترفع السكر في الدم بصوره كبيره، وده يخليك عندك خمول بعدها بشويه. ولا وما بتسكتش بقى، بتروح داخل على الاكل لحد ما تبقى مش قادر تتنفس. تعالى بقى، اولا دخلت كميه سعرات حراريه ملهاش لازمه من شويه عصير هيخلوك تملى مخازن الدهون بسهوله. ثانيا مش هيبقى عندك طاقه وهتبقى عايز تنام مكانك. ثالثا وده الاهم، هنقول انك انت قمت ونزلت تصلي، وانت بتصلي بقى قلبك مش هيكون بيشعر بالصلاه ولا خشوع داخل الصلاه، وهتكون بالنسبه لك تقضيه واجب، ومره بعد مره هتفتكر ان الصلاه هي اللي بتتعبك ومش هتروح تصلي اصلا، وكل سنه تفضل في نفس الدوامه. فالحل انك تستبدل العصاير بعصير ليمون او بلح، وتبدل السكر مش هقول لك بسكر دايت، هقول لك سكر ستيفيا وطبيعي. فطارك يكون منظم من حيث انك تدخل فيه كل العناصر الغذائيه اذا كان بروتين او كارب او دهون او الياف، وكده استفدت في دنيتك واخرتك. بس ما تنساش تصلي على النبي. Croc Coach.